السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا جميعا بأفضل خير إن شاء الله. مدرب أسود الأطلس محمد وهبي يستدعي 28 لاعبا للدخول في تجمع إعدادي بمركب محمد السادس، وذلك قبل الإعلان عن اللائحة النهائية التي سيشارك بها المنتخب الوطني المغربي في كأس العالم 2026. وهذه اللائحة التي ستدخل في هذا التجمع الإعدادي مكونة كما قلت من 28 لاعبا، هي التي سنتعرف على الأسماء الجديدة التي تم استدعاؤها لأول مرة، والأسماء القديمة الموجودة التي تم إعادة استدعائها. فإذا كنت أول مرة تشاهدني لا تنسى الاشتراك تفعيل الجرس ليصيب كل جديد، ومرحبا بالجميع. فاللائحة كما قلت المكونة من 28 لاعبا هم كالآتي: المهدي الحرار، منير المحمدي، يانيس بن شوش، إبراهيم كوميز، إسماعيل باعوف، سعدان مروان، عبد الحميد أيت بودلال، محمد الشيبي، صلاح الدين أنس، سمير المرابيط، عمران لوزة، ترغالين أسامة، ياسين جسيم، سفيان الكرواني، إسماعيل الصباري، ريان بونيدا، سفيان بوفال، ياسير الزبيري، عثمان معمة، سفيان بن جديدة، يانس برغاوي، يانس بغراوي، أيوب بوعدي، توفيق بن طيب، أيوب ميموني، سفيان فوزي، سفيان بوفتيني، بلعمري يوسف، أيوب الكعبي. فهؤلاء هم 28 لاعبا الذي تم استدعائهم. أتمنى لا أكون قد أغفلت لاعبا، أو أيضا قد أخطأت في اسم أو في لقب بعض اللاعبين، لأنه هذه اللائحة هناك أسماء لأول مرة ستشارك مع أسود الأطلس في هذا التجمع الإعدادي. إذا وصلت إلى هنا، ما رأيك في هذه الأسماء الجديدة؟ فهل ستتمكن هذه الأسماء من المشاركة في كأس العالم 2026؟ فهل ستستمر مع أسود الأطلس كما قلت في اللائحة النهائية؟ ما رأيكم في الأسماء التي تم استدعاؤها، وكذلك الأسماء التي لم يتم استدعاؤها؟ اتركوا لنا آرائكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.